لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 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 لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني 555 لواني كاين تفسير قرآن بيروز بما خزمتان بما بس رزامد رب العالمين وهيوادان ايوي آزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. بەڵێ خۆشەویستان دیارە ئەو ئاتە و دوئاتی دواترێش لەسەر ئەو بابەتەی شاهێدیدان کاتێکەوە کەسێک وەکلوانە ڕابرد باسمان کرد کەسێکەوە لە سەفەردابی هەز بکە ئەجەلی نزیکە نەخۆش کەوتیە یاخود ظاهیرەن علاماتەکانی نزیک بوونەوەی مردنی لێ هاتیتەدی لەو حاڵتەی وەسیەت دەکات لە بۆ کەسێک یاخود دوو کەسی مسلمان کە لەگەڵینە وەسیەتەکەی بگەینتەوە بنە ماڵەکەی خۆی ئەگەر کەسی مسلمانی لەگەڵدانە بلەو سەفەرەدا ئەوە لە بۆ غەیری مسلمانیش ئایندایان کاتە شاهێد و ئەوجا بەو تەفاسیلی کە باسمان کرد ئیتر دەینە سەر وردەکاریکە و بشتوان رب العالمين. إمام قرطبي دەڵێ شهادة بينكم قيل معناه شهادة ما بينكم كواتا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم بمعنى معناه الشهادة ما بينكم ليرى دفن مما كحذف كرا كواتا شهادة بينكم بمعنى الشهادة ما بينكم ديتن حذف كرا وأضيفت الشهادة إلى الظرف شهادة كش بابن ليرى إضافة كرا لبو الظرفي كوا لويندر لجملة كداها ووكو هماشي ووكو خواي يقول هذا فراق بيني وبينك لسورة الكهف كاتكوا بيا وصالحك بموسى عليه الصلاة والسلام هذا فراق بيني وبينك أي فراق ما بيني وبينك. والمراد بقوله إذا حضر أحدكم الموت ظهور أمارات وعلاماته. إذا حضر أحدكم الموت شاهدي بقرن كاتك ويقلنقو إذا حضر أحدكم الموت واتا نشانكاني مردن لي بديار كوت بمسألة نخوشي أخذها الحالة شديكة بوش سيوي وصيت دكا حين الوصية طبعا بدل من الظرف وفي هذا الإبدال التنبيه على أن الوصية لا ينبغي أن نتهاون فيها كواتا كاتك وبوش يدفرمي حين الوصية لو كاتك ووصيت دكا طلع وش بدلك لبو ظرفي كلمين داري باسكرا دفرمي لو حالة أو بلقية ما دام بابني حين الوصية وكو بدلك لبو ظرف دفرمي أو إبداله تنبيه آقادارية لسروي كوا وصية كردن لا ينبغي أن يتهاون فيها فيويست لسر مسلمانان براستي بهيش التهاون لمسألة وصية نكن وتتقصيري تدانكن زور آقادار بن وصية بكن وبتايبتيش كاتي كوا إنسان لسر مرقى. بل ذوى عدل منكم صفة لقوله اثنان كواتا أودو مسلماني كدان كان شاهد لسر أو وصيتي بيشتا ذوى عدل منكم خاوان عدل بن ديار عدل وكو سنزارش كاش باس ما كديا واتهم لدينيان عدالتيان هبي هم لمروءتشان عدالتيان هبي لدينيان عدالتيان هبي مصر نبي لسر بابلين جناهي قورنكا مصرش نبي لسر جناهي قسكا أو عدالة لدين أجنا بيد كتري فاسق
وهروە لە مروءەتی شەرعینی عەدالەتە شتێکی وانەکە کە لەگەڵ عورف و عادەتی ئەو مەنتەقەیە ناگونجێ و لە مروءەت و پیاوەتی نێتە خوارێ. بە هەر حاڵ دوو کەسی خاوەن عەدل دەکەی شاهێد أو آخران من غيركم أو طبعا دوو کەس دەوە عەدلی مسلمان ئەگەر مسلمان نەبوو أو آخران من غيركم أوش دەرێت معطوف على قول إثنان والمراد من غير المسلمين كواتا من غيركم لغير مسلمانان دوو کەسی دیکە بکەنە شاهێد. هەندێکیشیان لە مفسرین وا دەڵێن من غيركم أي من قبيلتكم وبقول من غيركم أي من غير قبيلتكم كواتا منكم أي من قبيلتكم من غيركم من غير قبيلتكم أو هاش ليك درايتو كواتا لكاتي سرمرق دوو کەس لە خۆتان لە بنەماڵەی خۆتان بکەنە شاهێد ئەگەر دوو کەس لە بنەماڵی خۆتان نەبوو لە غەیری بنەماڵی خۆتان بکەنە شاهێد. بەڵام جمهوری مفسرین زیاتر ئەوها لێک دەنەوە من غيركم لێرەدا منكم لمسلمانان من غيركم لغير مسلمانان أوها وكبلي زوربي جمهور مفسرين أوها لك دايتو. إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت كاتكوا أنقو لسروي زوي السفر تان كردو رويشتنو مصيبتي مردنها تسرتان كواتا بيان لمكان الوصية وزمانها كواتا ليردا بيان دكا لچين دريبون لسفر دابون زمن كيت كاتك لو كاتكوا مردن دقا تسرتان. والمراد في الضرب بالضرب في الأرض السفر فيها ديارة إذا ضربتم في الأرض واتسفرتان كده سروي زوي لو يبقى مسافر قتريا ضارب في الأرض لأنه يضربها برجله أو بعصاه لبروي ببيكاني لزوي دا ياخذ بدار عصاك ياخذ وك وسائل أورو ياخذ لسر بشتي حشتري يعني لسر بشتي أسبا لزوي دا ياخذ لسر بابرين بالسيارة بالتيارة بهرشتك بفعلي حتى تارش حتى وكو دفري طبعا هذا سروي زاوية وحتى دفري برز دبيتو بهر حال أو صيغة كبكاد لزمان عربي لبكسي مسافر إذا ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت أي فقاربتم نهاية أجلكم واتا هستا كر نزيق بوين ولا أزل خوتان بأن أحسستم بدنو الموت منكم هستا كر مردن ليد نزيكا أو جبنا خوشي بهر شويك فليس المراد الموت بالفعل كواتلير دا إذا فأصابتكم مصيبة الموت نك باشوي كمرد كباشوي كمرد خونات وأنا وصلت بكي فأصابتكم مصيبة الموت لو كاتك وهستت كر نزيك مردن الليد واتب نشان كاني ليد بديار كوتيا زدفن فأصابتكم مصيبة الموت مصيبة خواي قولنا ناوي لمردنا مصيبة فأصابتكم مصيبة الموت لأنه بطبيعته يؤلم هذا طبيعة خوي مردن بإيش وآزارة أو يصحبه أو يقاربه أو يسبقه آلام نفسية يصحبه لبروي مصيبة لبروي لقل روح تشيشان طبعا آلام وإيش وآزار نفسي زورت دا يعني يقاربه يعني كهزدك بابلين كهزدكي مردن لدزيك آلام وإيش وآزار نفسي دا أو يسبقه لبيشوا كباسي مردن دكري طبعا هر عيني ايش آزاري نفسي تيدا إتر مردن بحق وكل يرد أخوي يقول باسكت مصيبة البروي كتو الخريكة براوي كرد وكان الداد خري هيت كارج ساتشي دي كتفين كري مصيبة أجر بيتو لبيش أوا كارج ساكت ببيش نخست بي مصيبة أجر لسر توحيد نجيا بي لسر توحيد نمري والعياذ بالله إتر خوابنا ماندا مصيبته بو اعتبارش كوكو روح تشيشان هر ايش وآزاري خويت دا وكو بيان صلى الله عليه وسلم باسي دكاتن مصيبته لبروي لخوشويستان دادا بري بلام لقل اوش او كسي كوا بإيمان وبخاتمه آخر خيري دردتي فعلا باش اوي آزاري روح تشيشان خوي قورا سبحانه وتعالى لقدر إيمانكي ياخذ خواي قور او اندي كوالبوي تقدير كرديا لباش او برغ رحمتي خواي قور دروا او مصيبه لسيد لا دكبيو وخواي قور لقيامته بيغمبر صلى الله عليه وسلم وهروها بايمان داران شاد دكاتو. امام قرطبي دله وفي الكلام حذف لو تدع عين حذف اشتدى تقدير ان انتم ضربتم في الارض كاتك وبصروا زويدا روش فاصابتكم مصيبه الموت إتر مصيبتي مردن هات سرتان فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم إتر وصيتي عنك لبدوكس كوا بقمان خوتا أو كسانا خوان عدالة ودفعتم إليهما ما معكم من المال أو مالك بيتامبو لا أوان تاندانا بأمانة بيجينو بنا مالكينجو ثم متم
ئیتر ئەوان کە مردن یعنی ئەو کەسە کە مرد وذهبا إلى ورثتكم بالتركة کاتێکەوە ئەنگۆ مردن وەسیەتتان کرد ئەو ماڵەتان بەجێش لای دوو کەسان ئەوانیش کە گەڕانەوە لای میراتگرەکانتان کەوا ئەو شتەی ئەنگۆ بە ئەمان بەجێتناشێت کە بوویتە میرات لە بۆوان تەسلیمیانیان کردنەوە فارتابوا في أمرهما ئیتر ئەوان شەک و گومانیان لێیان پەیدا بوو وادعوا عليهما خيانة ئیدعایان کرد باڵێن بنەماڵەی مردیەکەی ئیدعایان کرد کەوانە ئەو دوو کەسە خیانەتیان کردیە فالحكم أن تحبسوهما حكمكي أوي كوا أو دو كسر راد جيرين من بعد الصلاة لدواي نويش أي تستوثقوا منهما أو ذا التحقيق يعني قال ذكر كوا لو شكوا جمانك أنقول السرطان هيا تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله يتلوانا رادق لدواي نويش سفين ديان ددن طبعا ده كلام مستأنف لبيان ما يجب على الحكم أن يفعله عند الشك في أمانة رجلين کەواتە لەو حاڵتەی ئەوە خوای گەورە بەیان دەکا حاکم لەو حاڵتەی چ دەکا کە ئەو دوو کەسەی کە وەسیەتیان هینایتەوە لای کەسێکی مردی کە لە سەفەردا بووە ئەمانەتیان پێیە بەڵام بنەماڵەی مردەکە شەک و گومانیان لێیان هەیە لەو دوو کەسەی لەو حاڵتەی حاکم دێ ئەو دوو کەسە ڕادەگری لە دوای نوێژ تحبسونهما وكذا توقفونهما وتمسكونهما كواتە ڕایان دەگرن دایانگرن لأداء اليمين اللازم عليهما ما دام شكومانيا لأن هي دبي أوان سوين بخون لكلاسيكاتيك من بعد الصلاة ليردا تنويجك لدواي تنويجك جمهور المفسرين دلين نويجي عصرة وقد روي ذلك عن ابن عباس وجماعة من التابعين لابن عباس خواهي يقول لخوي باب الرازي وكومالك للتابعين دلين من بعد الصلاة لباش نويجي عصر ران دقنو سوين ديان ددن فخري رازي دلي إنما عرف هذا التعيين بوجوه لبرسي يعني التعيين كلا نيجي عسل لو حالتي دلت لسرسان أساسا يكم أن هذا الوقت كان معروفا عندهم بالتحليف بعده كواتا دلي عادة أوانا قرد سوين دان كان هبا هروا العرف وانوابو كوالا باج نيجي عسل أو كسس سوين بدن فالتقييد بالمعروف المشهور أغنى عن التقييد باللفظ كواتا لبروي هروا مشهور بلنيويان كوا سوين خوادن لدوان ويج عصر لو يخوي قرست فرمي من بعد الصلاة نيفرمو صلاة العصر ودوميان ما روي أنه لما نزل هذه الآية صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ودعا بعدي وتميم فاستحلفهما عند المنبر فصار فعل الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على التخيير أو هاج لقو تريكا ولا باش تدابزي لسر أو سبب نزولي وكباس ما كلا واني رابردو في صلى الله عليه وسلم عدي وتميمي بانكرت لدواي ويكوا بنماڵەی کەسە مردیەکەی شەک و گومانیان دەربارەی ئەو دوو شاهدە ئیتر ئەوانی بان کرد پێیان سەڵسم لە دوای نوێژ عەسر بانجیان کرد لە لای مینبەری خۆی سوێندیانیدا ئیتر ئەوە بۆ بەڵگە لەسەرەوەیکەوە لە دوای نوێژ عەسر پێویستە ئەو کەسانە سوێند بدرێن لا بلغيش كش أن جميع أهل الأديان يعظمون هذا الوقت ويذكرون الله فيه كواتنك أهل إسلام تنها بلكو أهل همو دين كانت ريش باش عصر بقورد زان بتايبت باشي نويج عصري روجي جمعان بهر حال دليتن وكو إمام راز دفنوي لدواي نويج عصر لاي همو أهل دين كان وقت شي بيروزة وقت ذكري خواي قوريه لو حالتي خوان دباريزن اگر وقت دي كجروب كان لو كاتي درونا كواتا من بعد الصلاة او وكو زربين مفسرين دلين وكل ابن عباس خواي قوري اللي رازب لخوي باب وهلو على جماعة اللي تابعين دجارنوك وباشين ويجي عصره زهري دلي المراد بالصلاة الصلاة مطلقا لير دا والرأي كجدة بيش دلي من بعد الصلاة الدواء هرنو يجيك بي وإنما كان حلف بعد الصلاة لأنها داعية إلى النطق بالصدق وناهية عن الكذب والزور كانت الدواء نويج بمهم أو هرنو يجيك بي لير أصل وكأوكس ما دام نويجي كرديا أو بالتأكيد أو نويج نهي دكالوي كوا دروب كاتن بتايبسي لسوين خوارنكي دروب كاتن بلان وكوت مع زور بي مفسرين دلين لدواء نويجي عصرا أي توقفون أيها المسلمون هذين الرجلين بعد الصلاة أو دو كسا رادق لدواء نويج وكوت من نويج عصر لأداء اليمين لبوش سوين فيقسمان بالله سوين بذات الله دخون فيحلفان بالله إن ارتبتم في صدقهما لو كاتيكوا أجر شكو جمانتان لرازقويان هبو دو سوين بذات الله بخون لو كوا لو شكيك أنقو هيتان بأن يقول سدل لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى يعني تي
أي لا نحصل بيمين الله عرضا من أعراض الدنيا ولو كان من نقسم له ونشهد عليه قريبا لنا. كواتا سويندي دخون بذاتي الله ئێمە سوێندی بە درۆ ناخۆین بە ناوی الله سبحانه وتعالى ئەگەر لە بۆ هیچ شتێکی دنیا بیتن لە بۆ مەسلحەتی هەر کەسێک بی ئەگەر خزم و کەس و نزیکیشمان بیتن ئێمە سوێندی بە درۆ لە بۆ ناخۆین بە هیچ شێوەیەک شاهدی بە درۆ نادەین بە ناوی الله سبحانه وتعالى ئەگەر لە بۆ هەر شتێک دنیا بی و لە بۆ هەر نزیکێکی خۆشمان بیتن ئەو سوێندە بە درۆ ناخۆین. ولا نكتم شهادة الله وهروا أو شاهدي دانك كخوا فرماني بيكردينا بتواوتي بيجينن بهيج شوية ما سوين دخوين كوا أو شاهدي ناشارين وأجر ومانكر إن إذن لمن الآثمين أجر ومانكر أو لو حالت إيما لجناه بارانين كواتا من الآثمين وكذا وإن كتمناها وبذلناها على وجه الصحيح لنكونن معدودين من المستقرين في الذنوب والآثام كواتا أجر ومانكر وأجر شارد مانوا ئێمە لەو کەسانەی کەوا ئیستقرار دەکەن لە ناو گوناه لەبەرەوەی حەقێک دەفەوتێنین ئیتر سوێند دەخۆن کە ئێمە ئەو شتە ناکەین. والله ئەعلەم. ئیتر دیارە کاتەکە تەواو دەبی لێرەش بەپشتیوانی رب العالمین لەوانەی داهاتوو دێنەوە خزمەت ئەو سێ ئاەتە کەوا وردەکاری تێدا مایە و زیاتر باسی لێو دەکەین. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.